توفي مواطن من أهالي منطقة الصبيحة بمحافظة الأحج جراء تعرضه للدغة أفعى بعد أن عجزت أسرته عن إنقاذه نتيجة افتقار المستشفى المحلي لمضادات التسمم والأدوية الإسعافية الأساسية. وأكد الناشط رؤوف الصبيحي أن الحادثة المأساوية وقعت بعد ساعات قليلة من تقديم مناشدات رسمية للقيادات العسكرية والأمنية والمشايخ والوجهاء للنظر في وضع المستشفى الذي يعاني من غياب الكادر الطبي ونقص التجهيزات الحيوية. وأوضح الصبيحي أن المستشفى يفتقر للأطباء والممرضين والعلاجات المنقذة للحياة، مؤكدا أن هذه الحوادث المتكررة تشكل إنذارات خطيرة تستدعي تحرك الجهات المختصة فورا للقيام بواجبها الإنساني والديني تجاه الأهالي. شكرا لكم.